مفيش ست تعيسة تقدر تربي عيال سعيدة. هو ده الدرس اللي اتعلمته من الجواز. أم خالد فاجأت متابعينها بالكلام عن الانفصال، ازاي بقت واحدة تانية، ويا ترى ليه مش ندمانة على قرارها، وايه سبب الانفصال، وازاي حياتها هي وعيالها اتغيرت 180 درجة. كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده، بس خليكم معانا. عاشت فترة كئيبة وكل يوم عياط ونكد، وما كانش عندها طاقة لأي حاجة، وكانت بتطلع كل المشاكل اللي ما بينها وما بين طليقها في عيالها وبالذات ابنها الكبيرة. وهنا قررت تاخد أجرأ قرار في حياتها. كواليس انفصال أم خالد عن أبو خالد، وازاي فرحانة وراضية بالقرار وليه مش عايزة ترجع مهما حصل. أم خالد كلنا شفناها الفترة الأخيرة بعد انفصالها بقت واحدة تانية، وبقت تلبس براندات وراحت بيوتي سنتر وعملت تجميل في وشها، والظهر لعب معاها لدرجة بقت تجيب ميك اب ارتست والكوافير لحد بيتها، وبتعمل تجميل في وشها وفي ملامحها. أم خالد ما بقتش أم خالد اللي نعرفها بتاعت اديله ادي، دي بقت واحدة من ايجيبت وحلوت وبقت جمال ودلال وحاجة آخر حلاوة. هنا المتابعين بيسألوا عن سر إطلالتها وجمالها وروحها الحلوة، فردت بكل تلقائية وقالت إنها اهتمت بنفسها أكتر وإنها خدت أحلى وأنسب قرار، وده اللي غير حياتها 180 درجة. وقالت بالنص مفيش ست تعيسة تقدر تربي عيال سعيدة، وجت عليها فترة من كتر الحزن والتعب كانت بتعيط ليل نهار، والمشاكل بينها وبين أبو خالد كانت بتزيد وكله قدام العيال. فهنا العيال ما كانتش مستريحة ونفسيتهم صفر، فكان لازم تاخد قرار الطلاق. أما عن كواليس عيشتها بعد الانفصال، فقالت أم خالد إنها راضية عن حياتها وإنها حبت نفسها أكتر وبقت تلبس وتخرج ومهتمة ببيتها وأولادها أكتر. وقالت بالنص كل يوم بتأكد إني راضية عن القرار اللي خدته وإن ده القرار الصح. قالت إن أوحش فكرة أي ست تصدقها إنها تعيش مع جوزها علشان خاطر العيال. أنا وأبو خالد ما كناش متفاهمين وكنا كل يوم في مشاكل، وحالة عيالي كانت وحشة جدا، فالطلاق هنا بيبقى حلو لجميع الأطراف. أم خالد قررت تعيش حياتها اللي جاية وتركز مع عيالها وبس، وتعمل مشروع يكون مصدر رزق ثابت ليها ولعيالها. ولكن فكرة الجواز مش موجودة ومش هتتجوز تاني لأنها عايزة تعيش لأولادها خالد وريان، ومش عايزة رجالة تاني ولا تجرب الجواز مرة تانية. أم خالد مركزة على نفسها ومش مخلية عيالها عايزين حاجة، وكل ما ابنها يطلب حاجة بتجيله فورا مش بتستنى حد يجيبها له. أم خالد في مراسي وأبهرت الكل بإطلالتها، وقالت إنها طلعت الساحل علشان نفسية عيالها وعايزة تفرحهم وتشوفهم مبسوطين لأنهم أهم حاجة في حياتها. على الرغم من كده أكلت الجو بحلاوتها وفي كل مرة تبهر المتابعين بجمالها الخليجي. فيا ترى إيه رأيكم في كلام أم خالد عن انفصالها؟ وفعلا حسيتوا بالنيو لوك الجديد لأم خالد بعد ما بقت سنجل ولا لأ؟